اسكندرية درة البحر المتوسط، حلاق الجنة الخضراء اللي ممتدة على مساحة 1.5 مليون متر مربع، يعني حوالي 370 فدان، واللي كانت مصممة لخدمة الأسرة الملكية، وهي المنتزه. أول ما بنسمع كلمة منتزه على طول بيجيلك حنين للمكان ده، وبيرجعك ذكريات جميلة وانت بتتمشى وبتلف في حدائق المنتزه. تعالوا معانا في رحلة داخل المنتزه، هنشوف من خلالها كل التطورات اللي حصلت في المكان وكمان قصة المنتزه. هيكون عبارة عن أجزاء. ده الجزء الأول وهو عن جزيرة الشاي وكوبري المنتزه وكمان شاطئ المنتزه بي. لو حضرتك جديد معانا على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير كتير لكل أصحابك وأخواتك وأهلك علشان الكل يستفيد، ويلا بينا نبدأ رحلتنا. أقيم قصر حدائق المنتزه من أكتر من 100 سنة، حيث أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بناء المنتزه سنة 1892. نيجي بقى لدخول المنتزه بالعربية. أصبح ممنوع، لكن ممكن تدخل بالعربية وتركن في جراج على إيدك اليمين، وسعر تذكرة دخول العربية للجراج 50 جنيه، وسعر تذكرة الفرد لدخول المنتزه 25 جنيه للفرد، والطفل اللي أقل من 7 سنوات بيدخل مجانا. وممكن تاخد عربيات الجولف وتعمل جولة سياحية بداخل المنتزه، وسعر التذكرة لعربيات الجولف 20 جنيه للفرد. اللي قدام حضراتكم ده شاطئ المنتزه بيه، هنشوف كل التفاصيل عنه. هو شاطئ خاص وسعر التذكرة فيه بتكون 100 جنيه. رحلتنا النهاردة بقى من جزء من المنتزه، وهو كوبري اللي بيوصلنا لجزيرة الشاي أو كوبري فينيسيا أو كوبري المنتزه زي ما كتير من الناس بيطلقوا عليه. هنتمشى شوية على الكوبري، وجنب الكوبري ده زي ما قلت لحضراتكم شاطئ المنتزه بيه. الكوبري ده اتعمل في عهد الملك فاروق، واللي أشرف على إنشائه المهندس المعماري المصري المشهور مصطفى باشا فهمي. على الكوبري ده ممكن تتصور أجمل صور تذكارية في حياتك. كفاية منظر البحر اللي قدام حضراتكم وكمان منظر الكوبري الأكثر من رائع. الكوبري زي ما حضراتكم شايفين حصل ليه عملية تطوير، اندهن باللون الأحمر الجميل المتميز اللي قدام حضراتكم، وما زال عملية التطوير قائمة حتى الآن في المنتزه. كوبري المنتزه أو كوبري جزيرة الشاي، اللي كان الملوك بيعدوا من على الكوبري ده علشان يقعدوا يشربوا الشاي في جزيرة الشاي. جزيرة الشاي اللي أنشأها الملك فاروق سنة 1925، واللي بتضم كشك الشاي والأحواض السمكية وفنار المنتزه ونادي للرياضات البحرية. موجود بقى في المنتزه نادي للألعاب والتنس والسلة وكرة القدم، واتعمل كمان في المنتزه 31 كابينة للناس اللي بتحب التخييم، اللي ساعتها هتقدر تستمتع بالجناين والأشجار القديمة والبحر. حاجة كده روعة. تخيلوا زي ما قلت لحضراتكم ان مساحة الحدائق في المنتزه حوالي 370 فدان. موجود برضو في حدائق المنتزه أكتر من 5 شواطئ. أول شاطئ معانا شاطئ فينيسيا وشاطئ عايدة وشاطئ كليوباترا وشاطئ سميراميس وشاطئ خاص بفندق فلسطين.
المنتزه حصل فيها تطورات كتيرة جدا زي ما حضراتكم لاحظين من خلال الفيديو، وما زال أعمال التطورات قائمة حتى الآن. طبعا مع بعض التطورات ديت برضو في بعض من العيوب اللي لاحظناها من خلال التصوير، وهي أول حاجة دخول العربيات. الأول كان أي حد بيدخل بالعربية وبيتجول بعربيته داخل المنتزه. انتوا طبعا عارفين وقلت من خلال الفيديو ان المنتزه عبارة عن 370 فدان. مفيش حد هيقدر طبعا يتمشى مسافة كبيرة في المنتزه. هم وفروا عربيات جولف، بس مش كل الناس هتقدر على الامكانيات ديت، لان حضرتك بتدخل من المنتزه ب25 جنيه، وكمان باركينج عربية ب50، وعربية الجولف للفرد الواحد 20. ده العيب اللي انا لاحظته، ان المساحة كبيرة جدا والتمشية فيها هتكون صعبة. فياريت ياريت ياريت بنتمنى ان هم يسمحوا للعربيات ان هي تدخل وتتجول براحتها في المنتزه. برضو ندفع تذاكر باركينج مفيش مشكلة، لكن بتدخل بالعربية وبتوصل للمكان اللي أي حد بيعمل تخييم أو بيحب يقعد يشوي، أو شفت ناس كتيرة جدا قاعدة بتشوي في حدائق المنتزه. ده بقى زي ما حضراتكم شايفين قصر المنتزه أو قصر حدائق المنتزه اللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892. هنتكلم بقى مع بعض عن شاطئ المنتزه باي، وزي ما قلت لحضراتكم ان سعر التذكرة فيه 100 جنيه لان هو شاطئ خاص. هو شاطئ فعلا مميز جدا ونظيف وواسع، وكمان كفاية الفيو من على الكوبري لشاطئ المنتزه. شاطئ المنتزه جميل وقعدته حلوة وفيه كل الألعاب المائية متوفرة فيه، لكن هو فيه عيب واحد بس، ان هو ب100 جنيه وسعر الترابيزة 20 جنيه للفرد، وكمان دخول الشاطئ يعني دخول الشاطئ ب100 والترابيزة ب20 للفرد، ودخول البوابة من المنتزه ب20، وباركينج العربية ب50. يعني احنا بنناشد المحافظة ان هي يعني يا ريت يا ريت يا ريت يشوفوا موضوع العربية ده ويشوفوا لنا حل فيه، لان احنا ضارين على التجول بالعربية داخل المنتزه. زي ما حضراتكم شايفين ده شاطئ المنتزه باي، شاطئ جميل جدا، هو شاطئ خاص، شاطئ نظيف جدا، المية زي ما حضراتكم شايفين، والفيو رائع رائع رائع. انتظروني بقى بجولات كتيرة جاية في خلال الفترة الجاية عن بقية أجزاء المنتزه، الحدائق والبحيرات الصناعية وكل ما يخص المنتزه. واخر كلامي ليكم، يا ريت شير كتير كتير كتير، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة. وعمار يا اسكندرية، وعمار يا مصر كلها.